اهلا بيكم في حلقه جديده. شهر 8 بقى اللي داخل علينا دخله تقيله قوي في السينما، في اكتر من 6 او 7 اعمال تقريبا نازلين في السينما في الفتره الجايه دي. الحاجه دي اللي هتخلي فيه انتعاشه كبيره اساسا في السينما، واللي هيبقى فيه فلوس كتيره، بس زي ما هيبقى فيه فلوس كتيره هيبقى برضه فيه افلام هتتظلم في النص. الحاجه دي بقى اللي احنا هنشوف على مدار شهر 8 تقريبا ان هو مليان افلام كتير. فتعالوا بقى اقول لكم ايه الافلام اللي نازله ومواعيد عرضها ومين الابطال بتوعها. فلو انت بقى مش مشترك معانا اشترك واعمل لايك بقى للفيديو قبل ما نبدا، ويلا بينا نبدا. اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زوم ان. هنتكلم بقى النهارده عن كميه الافلام الكتير اللي نازله في شهر 8. شهر 8 اللي اساسا داخل علينا بافلام كتيره، في حاجات منهم احنا كنا منتظرينها وفي افلام تم الاعلان عنها فجاه. فيا ترى بقى الافلام دي اساسا هتبقى حلوه ولا لا؟ الحاجه دي بقى اللي احنا هنشوف بقى حاجه مبدئيه ليها، فكره مين الابطال بتوعها وايه القصص بتاعت الاعمال دي، ده اللي احنا هنتكلم عليه اساسا. فهنتكلم على طول معانا باول حاجه هتبدا معانا على طول واللي هتبتدي على طول يوم 2/8، هو فيلم مرعي البريمو. فيلم مرعي البريمو اللي جاي من بطوله محمد هنيدي وغادة عادل واحمد بدير ومع محمد محمود، وكمان معاهم الفنان الكبير لطفي لبيب. الفيلم بقى ده اللي محمد هنيدي نفسه اساسا راهن عليه ليله الجمهور، وقال ان هو ده الفيلم اللي هيبقى العوده بتاعته الحقيقيه، وان هو كان بيتاسف للجمهور عن الاعمال اللي فاتت اللي ما كانتش عاجباه واللي خيبت امل ناس كتير. ففكره بقى ان محمد هنيدي ذات نفسه مراهن على الفيلم ده، دي ممكن حاجه تكون محمسه الواحد وفي نفس الوقت مخوفاه شويه. يعني الوقعه دي ممكن اساسا تبقى نهايه ليه اساسا في عالم الافلام او في عالم السينما. فقصة الفيلم بقى بتاعتنا اللي هتتكلم عن مرعي تاجر البطيخ. التاجر ده بقى اللي بتحصل له مواقف ومفارقات كتيرة واللي بتعمل انواع كبيرة من انواع الكوميديا، بس ده كله طبعا هيدور جوه عالم تجارة البطيخ بقى، وهنشوف اداء المفروض مختلف وحاجة كوميدية كبيرة. اعتقد ان الفيلم برضه زي ما بقول ان هو هيبقى حاسم قوي في مصير محمد هنيدي، واللي اتمنى اساسا عشان تاريخ هنيدي الطويل ان هو يكون فيلم حلو قوي. اما تاني فيلم معانا واللي هينزل بعديها باسبوع ويوم 9/8 هينزل فيلم فوي فوي فوي. الفيلم اللي جاي من بطولة محمد فراج ونيلي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي. الفيلم ده بقى اللي اعتقد من اكتر الافلام اساسا اللي انا مستني عشان اسمعها. الفيلم ده اللي جاي عن قصة حقيقية وفضيحة حقيقية حصلت قبل كده، وقصة الفيلم عن شاب اسمه حسن واللي بيكون شغال فرد امن، لكنه نفسه ان هو يسافر بره مصر وباي طريقة. في يوم من الايام بقى هيعرف ان في كاس العالم للمكفوفين، وساعتها بقى هينتحل شخصية ان هو شخص كفيف، وان هو عايز يسافر بره، ومن هناك بقى ان هو يقدر يهرب لاي مكان هو عايزه. بس في وسط ده كله بقى هتقابله مواقف خطر كتير وهيحصل له مشاكل وحوارات كتير. فيا ترى بقى هو هيعمل ايه وهيعدي من ده كله ازاي؟ اما الفيلم التالت بقى اللي معانا واللي مش هنلحق نصبر كتير لانه هينزل تاني يوم على طول، ويوم 10/8 هينزل فيلم عزيرو. عزيرو الفيلم اللي جاي من بطولة محمد رمضان ونيلي كريم وشريف سلامة وخالد الصاوي. وقصة الفيلم بقى اللي هتدور عن حمزة او دراجو، ده بقى اللي هيكون عنده ابن تعبان بس بسبب فقره الكتير مش هيكون عارف ان هو يعالجه كويس. بس في مرة من المرات كده هنشوف ان حياته هتتغير وان هو هيبقى غني جدا ومعاه فلوس كتير. اعتقد دي الحاجة اللي احنا بنشوفها في طبيعة افلام محمد رمضان. بس برضه احنا هنشوف برضه ان هنا بقى جايبها بحاجة مختلفة، وبحاجة مختلفة ان هو هيكون بيتاجر في تجارة الاعضاء البشرية. في الفكرة برضه يطلع منها حاجات كتير. الحاجة دي اللي انا متوقع ان هم ممكن يعملوا منها احداث كتير. بس الفكرة بقى هو محمد رمضان هيقدر يستغل الفرصة دي ولا هيبقى حاجة مهدرة برضه تحت ايده او تحت الحاجات اللي هو بيعملها بشكل متكرر. انا نفسي ان هو يعمل فيلم مختلف غير فيلم هارلي اللي عامله الاخير واللي اعتقد ان هو كان فيلم فاشل جدا. اما بقى الفيلم الرابع اللي معانا واللي اعتقد ان ده هيبقى على الايرادات اساسا في السباق ده كله، الفيلم اللي جاي معانا واللي نازل يوم 15/8 هو فيلم ابو نسب. فيلم ابو نسب اللي جاي من بطولة محمد امام وياسمين صبري ومعاهم كمان ماجد الكدواني ومعاهم وفاء عامر. اعتقد ان القصة لوحده اساسا مبشر ان احنا نشوف حاجة حلوة جدا، وخصوصا ان محمد امام الشعبية بتاعته كبيرة جدا، غير طبعا ماجد الكدواني ووفاء عامر وطبعا ياسمين صبري برضو اللي احنا هنشوف اساسا ناس كتير داخل الافلام دي عشانهم. وقصة الفيلم بتاعنا بقى اللي هتدور بقى عن الدكتور ده اللي بيعاني من ازمة نسب. الحاجة دي بقى اللي هتعمل مشاكل بين عيلتين اساسا كبار، والحاجة دي بقى اللي هتدور في اطارها الفيلم كله. الفيلم هيكون فيه كوميديا ودراما، واللي هنشوف بقى اداء اتمنى ان هو يكون مختلف، واللي زي ما شفنا الصور كانت متسربة من الفيلم ان في تحول جسدي لمحمد امام، وانا بحب الحاجات دي جدا. فاتمنى برضو الفيلم كمان يكون حلو جدا، واعتقد ان هو ده هيكون اساسا الاعلى ايرادات في الموسم ده كله. واللي بقى مش هنلحق ناخد نفسنا على طول وهندخل على طول في تاني يوم في فيلم 5 جولات اللي نازل يوم 16/8. الفيلم اللي من بطولة ادم الشرقاوي وماجد المصري وعايدة الايوبي واخر اعمال مع مصطفى درويش الله يرحمه. وقصة الفيلم اللي جايه بقى بنمط مختلف خالص عن اللي احنا بنشوفه في الافلام المصرية او في السينما المصرية عموما، وهي اللي بتتكلم عن شاب اللي بيحب العاب الفنون القتالية المختلطة وان هو نفسه ان هو يوصل للعالمية بيها. فكرة بقى الماتشات والمباريات اللي بيلعبها وقصته ذات نفسها والامور اللي بيعدي بيها. وطبعا احنا مش هناخد الجانب ده بس، ده هيبقى فيه جانب مغنيين الراب والقصص بتاعتهم وازاي اساسا طريقهم برضه بيبقى عامل ازاي.
من الاخر كده الفيلم اللي جاي بابطال شباب وبقصه شبابيه جديده، بس اللي اعتقده في وجهه نظري ان هو جاي في توقيت غلط جدا. يعني الفيلم ده قبليه بيوم نازل محمد امام بفيلم ابو نسب، ونازل بعديه بيوم محمد ممدوح بفيلم وش في وش. فيلم وش في وش اللي نازل على طول يوم 17/8، واللي هيكون من بطوله محمد ممدوح وامينه خليل، ومعاهم كمان بيومي فؤاد وانوشكا، غير نجوم تانيين كتير موجوده جواه. وقصه الفيلم ده بقى اللي بتدور جوه بيت اتنين متجوزين، اللي في يوم من الايام عيلتهم هما الاتنين بيتجمعوا جوه بيتهم بسبب حدث ما او بسبب كارثه ما بتحصل لهم. فالفكره بقى ان هنا وهم قاعدين مع بعض بقى هتبتدي تظهر المشاكل اللي ما بينهم بسبب اختلافاتهم الاجتماعيه وسبب اختلافاتهم الثقافيه. فكره بقى ده كله هيدور في اطار كوميدي، الحاجه دي اللي مخلياني اني متحمس شويه، وان عندي برضو ان محمد ممدوح وامينه خليل الكيمياء ما بينهم حلوه جدا. ففكره ان هم هيعكسوا ده كله قصاد الكاميرا دي حاجه محمساني اساسا ان استنى الفيلم. فده بقى اللي يرجعنا الفيلم 5 جولات، اللي هو نازل اساسا في توقيت وحش جدا. قبليه فيلم تقيل وبعديه فيلم برضو اعتقد ان هو هيكون تقيل، فالحاجه دي اساسا هتحطه في ضغط كبير اساسا. ففكره ان هم هينزلوه اعتقد ان هي كانت مخاطره، واللي اتمنى ان هم ياجلوه اساسا لشهر 9 او لشهر 10، اللي اتمنى ان هم يعملوها في خطوه تحسن اساسا من اداء الفيلم. غير طبعا في فيلمين تانيين تم الاعلان عن نزولهم متاخر، وهم فيلم البطه الصفراء اللي نازل يوم 9/8، وفي كمان فيلم اولاد حليم كريم اللي المفروض هينزل يوم 22/8، بس مفيش معلومات كتير حواليهم لحد دلوقتي. فانتم بقى قولوا لي انتم متحمسين اساسا ان انتم تشوفوا ايه منهم، وايه الافلام اللي انتم منتظرينها منها، ايه الافلام اللي في توقعاتكم ان هي هتوصل لاعلى ايرادات، وايه الافلام اللي هي هتفشل. انا عن وجهه نظري انا قلت ان فيلم ابو نسب اعتقد ان اللي هو هيكون اعلى ايرادات، واللي اقل ايرادات هيكون فيلم 5 جولات. فيا ترى بقى التوقع ده هيطلع صح ولا لا، وانتوا شاركوني بتوقعكم الشخصي هيبقى عامل ازاي. ولو وصلت بقى لحد هنا ولسه ما عملتش لايك، فانزل اعمل لايك جميل كده واشترك معانا في القناه عشان يوصلك بقى كل جديد، واشوفكم بقى الحلقه الجايه. سلام.